اهلا بكم في قناه بنت شيف. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الصيف جه، والصيف يعني رحلات، يعني سندوتشات كتير، يعني مش حابين نقف في المطبخ كتير. فالنهارده هنعمل مع بعض اكله سهله وسريعه ما تاخدش منك اي وقت ولا مواعين كتير. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونشوف هنعمل ايه مع بعض. زهقنا بقى من البانيه، هنقطع الفراخ بالحجم ده زي ما انت شايفه كده القطعه دي، ويلا بينا خلاص على البوتاجاز ونبدأ نعمل مع بعض فاهيتا فراخ بطريقة سهلة وسريعة ومش هتاخد منك أي وقت، بس طعم يجنن. يلا بينا. نبدأ أول حاجة نحط الزيت، معلقتين كبار كده، وأول ما يبدأ يسخن هنزل بالفراخ على طول. هبدأ أضيف الفراخ، هفردها حاجة بسيطة كده الأول علشان تاخد صدمة معايا قبل ما أبدأ أقلب. هبدأ دلوقتي لما خدت اللون ده معايا هبدأ أقلبها. الفراخ طبعا ما بتاخدش تسوية كتير، اهم حاجة ان انا لما بديها الصدمة دي بتبقى خلاص كده قفلت المسام بتاعتها، فبتفرق معاكي في الطعم وفي الانسجة بتاعت الفراخ نفسها. هسيبها برضو تاخد نفس اللون على الوش التاني قبل ما ابدأ اضيف اي اضافات تانية. وكده اخدت لون برضو من الجنب التاني، هبدأ اقلبها. شايفة لونها بقى عامل ازاي؟ كمان الخطوة دي ما بتخليش لا فيه اي زفارة ولا فيه اي حاجة تانية. هضيف على طول البصل ونقلبهم مع بعض. وهضيف البهارات بتاعتي، عبارة عن ايه بقى؟ بهارات فراخ وبابريكا وكزبرة وكمون وتوم باودر وبصل. بعد ما ضفنا التوابل بتاعتنا هنبدأ نقلب. بعد ما تاخد معايا تشويحة هبدأ اضيف معلقة كبيرة من الصويا صوص، وبعدين هضيف معلقة برضو من الدبس رمان، يديها طعم حلو قوي. تمام كده، نقلب بقى مع بعضه. هسيبهم مع بعض كده 3 دقايق بالبصل قبل ما اضيف باقي المكونات. ودلوقتي خلاص هنبدأ نضيف الفلفل. عندك فلفل الوان بس ماشي، فلفل رومي ماشي، زي ما انت عايز. بعد ما ضفنا الفلفل هنقلبهم مع بعض.
وهضيف بعدها على طول الطماطم نقلبهم. الله الريحه يا جماعه تجنن دلوقتي. ممكن بقى تستخدميها في السندوتشات بس ماشي، ممكن تعملي جنبها مكرونه زي ما انت عايزه. ودلوقتي هبدا اضيف رشه ملح ونقلب كله مع بعض. بتهدي عليها النار وتسيبيها تستوي براحتها علشان التست بتاعها يبقى احلى، وكمان تحسي كده ان هي الانسجه بتاعتها طريه ما تنشفش منك بالتسويه السريعه. ودلوقتي الفراخ بقت جاهزه معايا، طعمها وريحتها تجنن. كده فايته فراخ خلصت معانا اهي، وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد.